السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في الجغرافيا السياسية لدفعة 2023. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على نقاط مهمة جدا في التكتلات الاقتصادية مصحوبة بالخريطة الموجودة في كراسة المفاهيم. لازم أركز في درس التكتلات الاقتصادية، مهم جدا في الامتحان وخطير خالص، عليها نقط كتيرة وأسئلة كتيرة. نبدأ على بركة الله. لو بصينا في الخريطة الموجودة قدامكم هنلاحظ ان في هنا دائرة عرض مدار الجدي اللي هي الخط الموجود في تحت ده، مهم جدا. طب ايه اهميته؟ اهميته انك تعرفه بيمر بتكتل ايه ودرجته ايه. طبعا مدار الجدي درجته 23.5 جنوبا، بيمر بتكتل الإيبك والكوميسا. طبعا لو ركزنا في الخط هنلاقيه بيمر بدولة استراليا، مدغشقر، بيرو. مهمة جدا الحاجات دي، لازم نعرف اسم التكتل. بعديه الخط اللي فوقيه اللي في نص الخريطة اسمه خط الاستواء، درجته 0، ده بيمر بتكتل الإيبك الكوميسا. تمام يا جماعة؟ ولازم ابقى عارف حاجة، كل خط والتاني بيمر بكم تكتل. يعني عندك خط الاستواء ومدار الجدي، الخطين اللي من تحت دول مكتوبين قدامك على الخريطة، دائرة الاستواء ومدار الجدي، الاتنين بيمروا بتكتلين اقتصاديين، يبقى الاتنين قد بعض في عدد التكتلات الاقتصادية. بعد كده اطلع فوق عاد على مدار السرطان. مدار السرطان الموجود قدامك درجته 23.5 شمالا، بيمر بالإيبك ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والكوميسا واتحاد المغرب العربي والنفط. يعني بيمر بكل التكتلات 5 ما عدا الاتحاد الأوروبي. اطلع عاد معايا فوق خالص وبالطول كده يا جماعة، الاقي في خط اسمه خط جيرينيتش، الخط اللي في نص الخريطة الموجود أمامكم ده بيمر بالاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي. بس الأهم من كده تبقى عارفين المناطق اللي بيمر بيها خط جيرينيتش ودرجته 0 من الشمال للجنوب. بيمر ببريطانيا المنتمية للاتحاد الأوروبي وفرنسا وأسبانيا، وبيمر بالجزائر المنضمة لاتحاد المغرب العربي. دي نقطة. اطلع معايا عاد على الخريطة فوق خالص عند روسيا، في خط بالعرض مش موجود في الخريطة دي اسمه الدائرة القطبية الشمالية ودرجتها 66.5 شمالا. الدائرة القطبية الشمالية دي الخط يبقى موجود أعلى الخريطة من فوق خالص، ده بيمر بالإيبك والاتحاد الأوروبي والنافتا. ممكن يجي لك في الامتحان، هو الدائرة القطبية الشمالية بتمر بكام دولة منتمية لتكتلات اقتصادية؟ بتمر، عدوا معايا، بتمر بروسيا وفنلندا والسويد وكندا، والحتة اللي في الشمال الغرب خالص دي في اللون الأخضر خالص في الخريطة فوق خالص، دي ألاسكا منتمية للولايات المتحدة. يبقى بتمر ب5 دول ما بين نافتا وإيبك واتحاد أوروبي. كمان من ضمن النقاط الخطيرة والمهمة جدا، لازم أكون عارف المضايق الموجودة في خريطة العالم موجودة في أي تكتل. يعني عندك على سبيل المثال المنطقة بتاعة دول الخليج العربي فيها مضيق هرمز. مضيق هرمز يا جماعة ده موجود في تكتل واحد بس، اللي هو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وعندك عند جيبوتي واثيوبيا والحتت دي في مضيق اسمه مضيق باب المندب، ده بيطل على طبعا تكتل الكوميسا. وعندك تونس فوق وايطاليا في مضيق ما يربط بينهم اسمه مضيق صقلية. هذا المضيق بيطل على 3 تكتلات، الاتحاد الاوروبي تبع ايطاليا، وتونس طبعا في الكوميسا، واتحاد المغرب العربي لاننا عارفين ان ليبيا وتونس تبع تكتل الكوميسا والمغرب العربي. وعندك اسبانيا والمغرب بينهم مضيق جبل طارق. طبعا هذا المضيق بيربط بين الاتحاد الاوروبي اسبانيا والمغرب اللي هو اتحاد المغرب العربي، يعني تكتلين. ركز معايا عاد عند كندا فوق، عينك على كندا. الجزء في الشمال الغرب اللي هو غرب كندا او شمال غرب خريطة العالم اسمه منطقة الاسكا اللي هي تبع الولايات المتحدة. في لون برتقالي صغير جنبه، اللون البرتقالي ده جزء من روسيا. يعني معناه المنطقة دي اسمها مضيق بيرنج. مضيق بيرنج يا جماعة بيربط ما بين تكتل الإيبك وتكتل النفطة، تاخدوا بالكم منه. ممكن يقول لك عدد التكتلات اللي في نص الكرة الشمالي ونص الكرة الجنوب والشرق والغرب. خلينا في المهم. بص يا جماعة، بالنسبة للتكتلات التكتلات الموجودة في نص الكرة الشرقي والغربي، عندك الاتحاد الأوروبي عشان خط جيرينيتش في جزء من هنا وجزء منه هنا.
عندك اتحاد المغرب العربي برضو ده في نص الكرة الشرقي والغربي، الإيبك في نص الكرة الشرقي والغربي. لكن التكتل الوحيد بالكامل اللي موجود في الغربي ومش اللي موجود في نص الكرة الغربي ومش موجود في نص الكرة الشرقي هو النفطة. أما التكتل اللي موجود نصه في الشرق ونصه في الغرب اتحاد المغرب العربي. طب التكتل اللي بالكامل موجود في نص الكرة الشرقي طبعا تكتل الكوميسا وتكتل مجلس التعاون لدول الخليج العربي. دي حاجة. الحاجة التانية ومهمة جدا تاخدوا بالكم منها، المناطق الفاضية في الخريطة دي دول مش تنتمي لتكتل. طب لو جالك في الامتحان مين أقرب الدول اللي ينفع تنتمي لتكتل الإيبك، اختار دول بتطل على المحيط الهادي. الحاجات دي خطيرة جدا لأن الإيبك بيضم معظم دول المحيط الهادي. لو جالك طيب دولة زي مين تنفع تنضم للإيبك عشان تقع على المحيط الهادي، دولة زي الإكوادور، كولومبيا، بنما، كوستاريكا، سلفادور، جواتيمالا، كوريا الشمالية، كل هذه دول تنفع تنتمي للإيبك لأنها تقع على المحيط الهادي. الحاجات دي خطيرة ومهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا خالص في الامتحان. طيب لو قالك في الامتحان أي دولة مش هتستفيد من تكتل اقتصادي تختار لي دولة مش اما تنتمي لتكتل اقتصادي. طب مين هم على خريطة العالم؟ المناطق الفاضية دي كلها دول مش اما تنتمي لأي تكتل اقتصادي. تجيب الخريطة السياسية، والخريطة دي طبعا دي بتاعت كراسي المفاهيم، تجيبها وبعد ما تجيبها تعمل ايه؟ تروح شايف المناطق الفاضية دي اسمها، يعني عندك مثلا عند بيرو في مكان كبير خالص فاضي، دي دولة البرازيل، يبقى البرازيل مش اما تنتمي لأي تكتل اقتصادي. تمام كده؟ سواحل المحيطات، خليكم وركزوا معايا قوي في المحيط الهادي اللي على ايدكم الشمال في الخريطة. المحيط الهادي اللي على ايدكم الشمال في الخريطة اللي هو في الغرب خالص، ده بيطل على كندا والولايات والمكسيك وبيرو وشيلي. بص يا جماعة، لو قال لك السواحل الشرقية للمحيط الهادي بتطل على كم تكتل اقتصادي، انت ركز معايا، بتطل طبعا على النفطة والإبك، يبقى تكتلين. تمام؟ الحاجات دي مهمة وخطيرة خالص في الامتحان. لازم كمان برضو اركز في حاجات مهمة تاني. ايه هي الحاجات اللي اركز فيها؟ ممكن يقول لك اكتر دوائر العرض اللي بتمر بتكتلات اقتصادية وبتمر بدول جزرية. خد بالك، هو خط الاستواء اكتر تكتل بيمر بدول جزرية، دي مهمة جدا خالص في الامتحان. طب اكتر تكتل بيحتوي على دول كبيرة المساحة، هتختار لي تكتل الإبك. تكتل الإبك اكتر تكتل بيطل على دول كبيرة المساحة. تمام؟ طيب نقط تانية مهمة جدا بالنسبة للوضع المورفولوجي والإسنوغراف والكلام ده كله. بصوا يا جماعة، بالنسبة للوضع المورفولوجي أكبر تكتل فيهم مورفولوجيا يعني كبير مساحة طبعا الإيبك. أصغر تكتل فيهم خالص دول المغرب العربي، لا طبعا مش دول المغرب العربي، آسف، طبعا مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو أصغر تكتل اقتصادي من حيث المساحة. وتاخدوا بالكم من عدد دول كل تكتل، وتاخدوا بالكم كل دائرة عرض بتمر بأي تكتل. تمام؟ دي مهمة جدا خالص 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 في الامتحان. طيب تعالى نتكلم كده مع بعضينا على دول مش ما تنتمي لتكتلات اقتصادية في قارة أفريقيا. عندك تشاد، عندك النيجر، عندك مالي، عندك السنغال، غينيا، غانا، نيجيريا، بوركينا فاسو، توجو، بنين، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، عندك أنجولا، ناميبيا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، موزمبيق، وهكذا، وتنزانيا، وطبق انت على جنوب السودان. بس نقدر نقول حاجة مهمة، ان منطقة اتفاقية الرعي الأيكواس لا تنتمي لأي تكتل اقتصادي اللي هي دول غرب أفريقيا. ممكن دي تيجي في الامتحان، مهمة جدا، فلازم أركز في التكتلات الاقتصادية لأنها مهمة وخطيرة في الامتحان، وبيجي فيها أسئلة كتير خالص، والطالب اما يبقى تايه فيها مش عارف حاجة والله، وتبقى أسئلة سهلة خالص. بس عينك على كراسة المفاهيم، لازم تركز على الخريطة، لازم تبص في المفتاح الموجود قدامك. تمام؟ عشان تقدر تبسط كل حاجة وتقدر تحل كل حاجة. تمام كده؟ إن شاء الله يا جماعة في خلال اليوم هنزل لكم حاجات كتيرة على المادة كلها، بس هنتكلم على أجزاء منها مهمة جدا زي التكتلات كده والأحلاف وده كله. لازم تستعينوا بالله وتركزوا وتدعونا، وبإذن الله هكون معاكم لحد ما تدخلوا الامتحان.
وتطلعوا فرحانين بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يكرمكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.